أهلا بكم. النهاردة يوم مهم جدا في عالم العمود الفقري، في عالم الجنف. والجنف اسم باللغة العربية يعني اعوجاج العمود الفقري، وهو مقابل لكلمة بالإنجليزية مشهورة جدا في الأوساط الطبية اسمها سكوليوزس. إزاي نتعامل مع هذه الحالة؟ ضيفي العزيز القيمة العلمية القديرة واسم لامع، واحد من الأسماء المميزة للغاية في هذا العالم والمتخصصين في عالم علاج اعوجاج العمود الفقري في الأطفال. النهارده ضيفي العزيز هو الأستاذ الدكتور يحيى البرمبولي، المدرس واستشاري جراحات العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري، وزمالة جراحات عظام الأطفال والشوهات العمود الفقري الكندية، وزمالة جراحات العمود الفقري المتقدمة الإنجليزية. أهلا بك يا دكتور يحيى. اهلا وسهلا حضرتك. النهارده حلقة عن الأطفال والطفل، يعني الأسرة كلها بترتبك. احنا بنتكلم على أسرة بتتوتر شديد بشكل شديد جدا، وأول حاجة هيجيبوا لك الطفل، أول سؤال الأب والأم هيبقوا في حالة انهيار، وغالبا هيبكوا. يعني في الحالات دي لازم هيبكوا وهيسألوك هم عملوا حاجة لابنهم سببت هذا الانحراف، الأسباب إيه؟ إيه اللي خلى الواد يحصل له كده؟ تمام. زي ما حضرتك قلت السكوليوزس هو ده ميلان العمود الفقري عن الوضع الطبيعي. في طائفة منه أو كاتيجوري اسمها early onset scoliosis، يعني وجود اعوجاج في العمود الفقري early onset يعني بدري. امتى بنحدد ان هو بدري؟ تحت سن 10 سنين. في منظمة عالمية اسمها الانترناشونال سوسايتي فور ايرلي اونست سكوليوزس، دي انا واحد من الاعضاء منها في مصر. بتدرس الموضوع ده لان هو نادر الحدوث لكن مشاكله كبيره جدا. الاعوجاج في الاطفال من اهم العوامل اللي بتحصل فيه ان يبقى فيه عيب خلقي في العمود الفقري. يعني ايه؟ يعني زي ما واحد ممكن يتولد ناقص صباع، واحد يتولد ناقص جزء من ايده مش موجود، في برضه في حد ممكن يتولد العمود الفقري فيه ناقص جزء او في جزء زياده عن التطور الطبيعي لكل الاطفال. فحضرتك تخيل كده لو احنا قلنا ان العمود الفقري ده عباره عن مكعبات صغيره زي الاطفال بيلعبوا بيها دي كده، وفي واحد نص مكعب، هيحصل ايه؟ هتلاقي الحته اللي ما فيهاش المكعب دي مالت. انا معايا مجسم يشرح، يعني لو قدرنا نبص كده ادي المجسم ده لحد كان عنده اعوجاج في العمود الفقري، هنلاقي الفقره كام مكتمله، فقره مكتمله، فقره مكتمله، بعد كده نص فقره. فده في نص فقره لورا، النص اللي قدام مش موجود، فبالتالي الايه؟ هيتعوج لقدام. لو النص الفقره دي على اليمين ومش موجود منها على الشمال هيتعوج لناحيه الشمال. فده من احدى الاسباب الرئيسيه للاعوجاج العمود الفقري. او حاجه اسمها failure of segmentation، يعني احنا العمود الفقري ده بيطلع منه يعني بيتكون من فقرات صغيرين لاسباب غير معروفه، تلاقي الفقره دي والفقره دي لازقه في بعضهم، فبالتالي لما بينمو ما ينموش بانتظام، في ناحيه لازقه وناحيه لا، فبالتالي يحصل اعوجاج مع السن، فيبقى في زي بار كده او failure of segmentation زي ما بقول، فتلاقي كل ما الطفل يكبر في ناحيه بتنمو وناحيه ما بتنموش. فده اللي هو بنقول عليه الكونجينيتال سكوليوزس، وده اللي بيظهر الولد بيبقى مولود في مشكله في العمود الفقري وبتزيد مع السن. او ممكن يكون الولد عنده مشكله في العضلات بتاعته او مشكله في الجينات بتاعته زي المورفان سندروم او الاهلر دانو سندروم، دي الحاجات في الانسجه بتاعته، فبالتالي بيظهر الايه؟ اعوجاج بدري. او ما يكونش سبب برضه، زي ما احنا قلنا في الحلقه اللي فاتت في الايديوباثيك ادوليسنت، في حاجه اسمها ايديوباثيك ايرلي اونست سكوليوزس بدون سبب. بدون سبب في الأطفال كمان. بدون سبب في الاطفال. هو مش الطفل ما عندوش اي حاجه، هو عنده اعوجاج، تلاقي الاعوجاج ابتدى يزيد بالتدريج. يعني مش من ضمن متلازمه، مش من ضمن عيوب خلقيه، لا هو اعوجاج لوحده. بالظبط كده، وده لا زال موجودا واحنا لغايه دلوقتي مش عارفين له سبب. ازاي بيأثر على حياه الطفل؟ ايه الخطوره من الاعوجاج؟ هو طبعا الوضع في الاطفال حرج جدا. ليه؟ لان احنا في مرحله نمو، كل حاجه بتنمو، العمود الفقري بينمو، الرئه بتنمو، الجثمان كله بياخد وضع كبير. فوجود اعوجاج عمود فقري في سن صغير جدا يخلي ان نسبه الزياده في الاعوجاج تبقى سريعه جدا، لان حاجه بتكبر.
يعني كل ما المشكله تبقى مثلا 2 مللي، لو العمود الفقري كبر بنسبه 50% من حجمه، فالمشكله هتزيد 50% منها. فبالتالي بيحصل حاجه اسمها رابيد بروجريشن، يعني العوجاج اللي هو في حد كبير ممكن يقعد سنين ما يحصلش حاجه، في طفل صغير سن 5 6 سنين يزيد بصوره كبيره. طب لما يزيد يحصل ايه؟ في الفتره الزمنيه اللي هي اول 5 سنين في الحياه بيبقى الرئه بتتكون نفسها، العدد الالفيولاي اللي هي الجزء المخصوص المنوط بالتنفس في الرئه. الالفيولاي دي جمع الفيولس، ودي الوحده الوظيفيه في الرئه، تبقى لسه بتتكون عدديا ووظيفيا. فاول ما يحصل العوجاج ويزق العمود الفقري على الرئه ما تتكونش اصلا، لان ملهاش مكان تتكون فيه، هي محتاجه مساحه علشان تنمو فيها. فحتى لو احنا عضلنا العوجاج بعد كده هي فقدت جزء من قدرتها على النمو. وده مع الوقت بيزود الضغط في الشريان اللي طالع من الرئه اللي هو البلمونري ارتري، اللي رايح للرئه، اللي رايح الرئه. فبالتالي يأثر على القلب، على الرايت سايد اوف ذا هارت، هيعمل ضغط على الجزء اليمين من القلب، فيحصل حاجه اسمها كوربا المونال. قرب المونال يعني معناها ارتفاع ضغط الشريان الرئوي زائد تضخم القلب زائد او ناقص فشله. ده كله في كام؟ طفل صغير 4 سنين 5 سنين. فالعوجاج العمود الفقري في الاطفال هو خطر على حياه الطفل، بناء اضافه على كده ان هو بيأثر على الشكل بصوره مهوله. التنمر في المدارس طبعا، يعني يقولوا له انت مالك ظهرك عامل كده ازاي؟ زي ما حضرتك شايف الحاله دي، طفله قبل وبعد العمليه، شوف ظهرها كان عامل ازاي. دي يعني مش عايشه حياه طبيعيه. دي كانت عندها 9 سنين. 9 سنين 9 سنين واتعملت العمليه من مره واحده في السن ده في 9 سنين. قعدت قد ايه العمليه دي؟ يعني حوالي 4 ساعات ل5 ساعات. العمليات بتاعتكم بتطول قوي، لان هي عمليه فيها خطوات كتير، كلها خطوات دقيقه، لان احنا بنشتغل حوالين النخاع الشوكي، النخاع الشوكي، وجنبنا الرئه اليمين والشمال، وقدامنا الاورطه اللي هو الشريان الرئيسي بتاع يعني اي حاجه يعني فيها. بتشتغل حواليك كل الحاجات الخطيره. ضيفي العزيز واحد من نجوم هذا العالم الاستاذ الدكتور يحيى البرمبولي، المدرس والاستشاري لجراحات العظام والعمود الفقري، استشاري جراحات اعوجاج العمود الفقري وزماله جراحه عظام الاطفال وتشوهات العمود الفقري، زماله جراحه العمود الفقري المتقدمه الانجليزيه. نورت وشرفت واسعدتنا بهذا الحوار المرعب الجميل. لا انا عايز اقول لك ان قاعد كل صوره بتطلع والله العظيم قلبي بيتخطف، بس بفرح جدا في الصوره اللي بعديها. والجميل ان الصورتين جنب بعض، الصوره القبل والبعد، حتى ما بتديناش فرصه ان احنا يعني ايه نتخطف كتير. مفيش سسبنس. لا مفيش سسبنس. خد ده الصوره قبل وبعد. السسبنس بيحصل لي انا بقى. مأساة كبيره جدا جدا، وللاسف الكثير من الاطفال بيتعرضوا لتنمر مخيف للغايه قد يؤثر على حياتهم. نورت يا دكتور يحيى، خليكم دايما مع الناس الحلوه.